الفيات 500 اكس. العربية دي من ساعة ما التوكيل اعلن عن سعر العربية دي بسعر حلو قوي، كان مليون وشوية. العربية دي ليه ما انتشرتش زي الفيات تيبو المانوال؟ بصوا، عايز اقول لكم على حاجة. ممكن يكون فعلا سعر العربية دي غالي شوية، عشان كده ملهاش مكان في السوق. بس لو انت عايز تركب عربية ايطالي وعربية من براند محترم وحلو قوي، فالفيات 500 اكس ممكن تكون اختيار حلو ليك. خصوصا العربية دي كروس اوفر كده، عربية حلوة مش اس يو في، وشكلها حلو. شكل المقبض ده برضو كمان عاجبني. عربية ايطالي مش صيني، فممكن يكون عشان في عربيات كتير قوي في الفئة السعرية اللي هي فيها دي، فممكن يكون العربية دي ما انتشرتش قوي. بس عايز اقول لكم على حاجة، العربية دي حلوة اللي فعلا عايز يركب براند حلو، مش عربيات صيني. وشايف والله العربية دي حلوة مش وحشة، هي بس ممكن يكون ملهاش حظ قوي، او لو فعلا سعرها رخص شوية ممكن تبيع. بس عايز اقول لكم على حاجة، ان العربية دي موجودة في اغلب المعارض، وسعرها عامل مليون وشوية، يعني مش عارف كام بالظبط. بس طبعا العربية ما فيهاش اوبشن كتير. عربية بتيجي من غير فتحة سقف، والكراسي بتاعتها برضو قماش. طبعا الذوق الايطالي برضو فيه لمسة كده، شكل الزراير. فبصراحة لا والله العربية حلوة، بس طبعا ما حققتش نجاح زي الفيات تيبو، عشان الفيات تيبو كانت مانوال وسعرها كان نازل في 700 وشوية. طبعا سوق المستعمل لازم هنتكلم عنه قريب، بس خلينا دلوقتي في الفيات 500. فانا شايف والله العربية دي حلوة للي عايز عربية مش صيني وبراند حلو. فالفيات 500 اكس عربية حلوة. الشنطة طبعا بتاعتها، بص عشان احنا فاردين الكراسي، فالشنطة بتاعتها كبيرة، واختيار حلو لأي حد عايز عربية ايطالي مش صيني. فيها كاميرا خلفية. فالفيات 500 اكس والله اختيار حلو. لايك وفولو وشير بقى كده، وظبطني عشان اللي جاي فيه عربيات احلى بكتير. اوعى الفيات 500 اكس، اوعى دي معناها مش اوعى ما تشتريش العربيه دي، لا العربيه دي حلوه والله، ممكن تجيب كمان لحد ال 230.